السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حكاياتكم. اليوم جبنا حكاية كما العادة، يلا نتعرفوا على أحداثها. وإذا عجبتكم الحكاية ما تنساوش تدعموني وما تنساوش ديروا لي جيم على الفيديو وتخليوا لي تعليقات محفزة. على بركة الله. أنا الحاجة سعدية من نواحي ولاية معسكر، في عمري حاليا دركا 73 سنة. نسكن في الدوار، وقبل ما نسكن في الدوار كنت في فيرما مع ولادي وبناتي. أنا إنسانة بطبيعتي ما نحبش نفرق بين ولادي، عندي كامل كيف وماذا بيا ولادي كامل دايرين بيا، حتى وكون راهم متزوجين حابة أحفادي يدوروا بيا، على خاطر ماذا بيا كل ما نحل عينيا الصباح نشوف ولادي وحفادي. كانت داري أنا والشيخ كبيرة ويجيوني بزاف الضياف، هذا داخل والاخر خارج، بصح من الخوف تاع العشورية مع المغرب نقفلو كل شيء. عندي وليدي في العسكر اسمه إبراهيم، كان مسكين كل ما يجي عندي ويروح نبكي الدم عليه يا ناس، على خاطر كانت الحالة صعيبة هذاك الوقت، وهكاك من كسرت ما يتوحشني مسكين كان يريسكي ويجي على خاطر الإرهاب كانوا يعسوا فيه. وإحنا تاني كنا معرضين للخطر، على خاطر اللي ما يتسماوش يقتلوا اللي يخدموا عند الدولة بيهم بعائلاتهم، كانوا يحوسوا عليه بالريق الناشف باه يحكموه، باه يديو المعلومات منه ويقتلوه. كان وليدي كل ما يجي نحس سموس وشق صدري من الخوف عليه بزاف، كان يجي مرة على مرة، وكان كل مرة وين يبات مسكين، مرة عند خوه، مرة عند خواتاته، مرة كل مرة وين. المهم ما يحكموش الإرهاب، مسكين كره حياته وقال لي خلاص ميمتي ما نزيدش نبات عند الناس، توحشت نبات في دارنا وتوحشتك يما. قلت له اواه وليدي اروح بصح ما تباتش عندي، الفيرما راهي معسوسه بزاف وانت على بالك. خشن راسو وقال لي قلت لك نبات يعني نبات، خلاص يسرى وش يسرى بعد. كي شفتو مخشن راسو اسكت وما قلت والو. تعشينا وصلينا صلاتنا وكل واحد حكم بلاصتو، حتى ولينا نسمعو في الحس البرا. تحيرت وخفت ومع طليت وسمعنا الحس قوي. قلتلو شتا وليدي باين باللي هما جاو، باين جاو ليك يا اخي. قلت لك ما تباتش، علاه يعني يا وليدي علاه؟ كنت خايفه عليه اكثر من نفسي، ما عرفتش واش ندير. قالوا لي خاوتي يا يما هاتي نخبيوه، وكيما كان الحال دخلوه في الشميني وطلعوه شويه الفوق باه ما يبانش، وقالوا له ما ديرش حتى الحسه، اسكت حتى يروحوا. دخلوا الارهاب عندنا وبداو يحوسوا، وتبالي كانوا سامعين به باللي راهو هنا، بصح كي يحوسوا ما لقاوهش، سكتوا ما قالوا والو. داروا ليا وقالوا لي واش كاش عشاء حطينا نتعشاو. ورحت بالخوف للكوزينه وجبت لهم الشي اللي كنت بربي، على خاطر محال نقدر نقول لهم ما عنديش العشاء ولا نزايد معاهم في الهضره. كنت زايدي معاهم في الهضره يسموك تموتي، يقطعوا لك راسك سير بلاص. المهم حطيت لهم العشاء وانا قطرة دم ما كانش في وجهي، ساكتة خلاص، وولادي ثاني ساكتين. قعدوا ساعتين ولا 3 هما عندنا، وكي كملوا راحوا. قعدت نعس فيهم باه نتأكد باللي راحوا، وكي تأكدت باللي راحوا ورحت بالزربة لإبراهيم وليدي، قلت له هبط وليدي يا راح وهبط. الحمد لله كيفات سلامات. هبط ولدي ومسكين كان كامل كحل من الشميني. قلت له يا وليدي هذه المرة خرجت سلامات، بصح المرة الجاية ما تزيدش تعاودها، ما تزيدش تبات هنا عندي. المهم فاتت هذيك الليلة وانا ما قلت لكم مش كانت عندي واحد الجارة ولادها كامل في الجبل، يعني إرهاب، وكانت مرة على مرة تجي عندي، كانت تدي الخبار لولادها ودير غير خمارها برك وتبدا تدور على الجيران وتلم الخبار. المهم جات الصباح ولقاتني نص قهوة، قعدت قهوة معايا، وموضوعنا غير على أعداء الله، وأصلا هذاك هو الموضوع اللي منتشر في هذاك الوقت. كانت كل ما تجي تسقسيني على إبراهيم ولدي، تقولي سمعيا انتي ولدك مسكين علاه ما تجيبيهش عندك، علاه مخلياتو يطايش من بلاصه لبلاصه. قعدت انا نحكي لها بنيتي يا ناس ونفرغ لها في قلبي، قلت لها بفمي ولساني اللي ربي يقطعه لي ان شاء الله على الغلطه اللي درتها، اسكتي عليا اسكتي. قلت لها راني مدايره في حاله مسكين. قالت لي خير علاه واش راكي مدايره فيه؟ قلت لها مسكين كيجي راني نلبسو قندوره كي نساو نرقدوا مع خواتاتو البنات باه ما يفيقوش به، على خاطر هادوك ما كانوش يديو البنات العازبات، كانوا يديو غير الذكورة برك باه يكبروا الجيش تاعهم. بصح كي تطورت الحالة وكبرت الحالة
ولاو يديو البنات باه يتزوجوا بهم ويطيبوا لهم. وكما قلت لكم هذيك جارتي رفدت الهضره هكاك بعد سخونه، اداتها لولادها، نوكل عليها ربي ينتقم منها. الحصوله ما هيش رابحه في دنيتها، طعنتني في ظهري يا ناس. هي مات موراها جاو الارهاب ودخلوا ديريكت للشومبرة تاع البنات وجبدوه من بيناتهم. انا عرفت خلاص باللي هي اللي مخبر عليه، على خاطر واحد ما كان على باله غير هي. قلت له قدامي يا ناس حسبي الله ونعم الوكيل، حرقوني وانا نشوف. درنا الجنازة تاع ولدي ربي يرحمه وينعمه، وفوت الجنازة تاع وليدي. بصح ما نكذبش عليكم ما قدرتش نزيد نقعد في هذيك الفيرما، ومام الجنازة تاع ولدي وما جاوش العزاية بزاف، على خاطر كانوا على بالهم باللي وليدي عسكري وكانوا خايفين من الإرهاب، وهذا الشيء من حقهم. كانوا هذاك الوقت نساو بناتهم متشردين اللي ما يتسماوش داولهم رجالتهم، كاين اللي مغلوب أمره وكان اللي طلع برضايته. كان عندي ولدي كبير يخدم ماسون، وكان عنده واحد البراميل يعمرهم بالماء. مرة كنا قاعدين انا وبناتي ومرت وليدي، سمعنا بالارهاب قراب لينا، وانا عرفت باللي باين راح يجيو لينا بيسك حنا ديما كنا الاولين. زربت وخبيت بناتي في هذوك البراميل باه كيجيو ما يلقاو حتى واحد. قعدت انا ومرت وليدي وقعدت نخمم وين راح نخبيها. مع هي كانت مريضه في حاله وكانت تسعل، كانت عندنا واحد السيتيرنا تاع ما فارغه خرده ما نحتاجوهاش وكانت برا. قلت لها اسمعي راني راح نخبيك ثم. قلت لها بصح تولي تسعلي ولا ديري الحس، راح يفيقوا بيك ويذبحوك، واللي ما يتسمعوش راهم هما يبداو بك انت الاولى. على خاطر البنات كيجيو للارهاب الفيلاجنا يبداو بينا احنا الاولين، بحكم ولدنا كان عسكري. كانوا يقولوا بالك ولادها الاخرين تاني في العسكر، وبسبب الارهاب اللي كل دقيقه يجيو لينا. ولادي ولاو يحوسوا غير يسكنوا في الدوار. قعدنا كل مره وين نروحوا وكل ما يعرفوا بلاصتنا لازم علينا نبدلوا البلاصه. قعدنا هكذاك مرمدين حتى مرة جا عرس سلفتي، وراكم عارفين عرس هذاك الوقت كل شي بالساكت ما كان والو، وكان اللي يدير حاجة تخلى عليه. بصح كانوا يتلموا نساء مع بعض والرجال مع بعض ويوكلوهم ويجيبوا العروسة. هذا ما كان. كي سمعوا بناتي وعرايسي باللي كاين عرس قالوا لي نروحوا معاك. حنا كرهنا وملينا من الغمة هادي واللي ما يتسمعوش. كنت حاسة بيهم بصح كنت نخاف بزاف وما كنتش مأيدة هضرتهم. واللي مخوفني كثر وكثر انه دار سلفتي والطريق اللي تدي ليها دونجي بزاف، فيها الغيب وفيها الفبراج مداير حالة. بقاو بناتي وعرايسي يحاولوا فيا، وهذاك الوقت ولدي الكبير اللي اسمه جمال كانت عنده طوموبيل وقال لي نديكم. قال لي ان شاء الله يا يما نروحوا بخير ونجيو بخير. قلت لهم كي ظهرتوا كامل رايحين لازم نتقسموا. قلت لولدي ادي نتايا الصغار وانا راني نلحق مع وليد عمكم عنده طوموبيل وهو ثاني كان معول يروح. ولدي رفد بناتي ومرته، وولد عمو ثاني رفد مجموعه وراحوا، وانا قعدت نستنى. قلت له وصلهم ورجع لي. تفاهمنا خلاص ديما راحوا، وانا نقول ما نعرف نزيد نشوفهم ولا لا. قلبي كان حاسسني باللي راح تصرى حاجه. كي راحوا وليداتي ولحقوا لوحد الغابه، وهذيك الغابة فيها فيراجات، وكانوا اللي ما يتسمعوش ديما يديروا فيها لي فوباراج ثم. مع لحقوا للفوباراج حبسوهم يا ناس وبداو يهبطوا فيهم بالواحد. ما خلاو جمال ولدي، ما خلاو مرته، ما خلاو بنتي زوليخة، قتلوهم كامل. وزوج بنات بليدي صغار ما سمعناش عليهم حتى تخبر ليومنا هذا. واحدة فيهم اسمها أمينة، هذاك الوقت عندها 6 سنين، واختها كانت تقرا سيزيام. ما زلت لذرك كي نشوف صحاباتها قراو وتزوجوا قلبي يموت 1000 مرة في النهار. ولادي راحوا ضحية، والبنات تخطفوا ولا تقتلوا ولا وش داروا بيهم ما نعرف، العلم عند ربي. ووليد عمو اللي راح معاهم كان موراهم وشاف المنظر قدامه. مرته تعيط وتقول له اسمع رجع مشاريع ازرب بالله يسترك، ما تبقاش تشوف فيهم. والارهاب يستهزاو بيهم ويقولوا لهم دالتكم الجايه. مرته ضربته بكف باه يفيق. مع فاق دار مشاريع ودار. قالت له مرته نموتوا اكسيدو ما يذبحوناش اللي ما يتسماوش. قعدت في الدار يا خاوتي وانا نخمم على وليداتي وصلوا ولا لا. وقلت لراجلي ان شاء الله يوصلوا بخير، راني مقلقه وحاسه بحاجه. وكما تعرفوا قلب الام هو خبيرها، وصح كما قال لي قلبي كما صرات. الشيء اللي كنت خايفه منه صرا
بصح ربي ينتقم منهم الكلاب واحد واحد. وهذا الشيء اللي حكيته حكاه لي ولد عمهم اللي كانوا وراهم وشافهم. انا نيتي نبعث بناتي وكناينين للعرس، مانيش بعثتهم للموت، بصح اللي كتبها ربي مرحبا بها. راني نستنى في وليدي يجي يديني، للدرك نستنى لا هو لا خواتاتو جاو يديوني، نستنى في الموت بعد ما خسرت ولادي. هو ما حياتي، النار تحرق فيا وكل نهار يفوت عليا اكحل، نقعد ندعي ونقول يا ربي انت ما ديت لي وانت اللي ديت لي، يا ربي صبرني ولا لحقني بيهم. وصلنا لنهاية الحكاية، نتمنى تكون عجبتكم. وحبيت نقولكم باللي رانا عندنا صفحة في الفيسبوك قناة حكايتكم، اللي عنده حكاية ولا اللي عندها حكاية تشاركنا. تهلاو في رواحكم.